مساء الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. وانتم تشوفون اليوم راح اسوي دجاج بالسماق. بس كل واحد يسويه بطريقة. هو اكو كلش هواي فيديوهات، فانت راح تباوع كلش هواي فيديوهات، وبعدين تخلي المواد اللي انت تعجبك او البهارات اللي انت تريدها. شوفوا هنا بوقتها قلت لاخويا جيب لنا سماق، جاب لنا من كل نوع نص كيلو، نوع حامض ونوع مالح. الحامض يعني هذا اللون يكون فاتح، والحامض اللي لونه يكون طوخ، يعني يصير على لونه وردي طوخ. تمام. فهنا انا شنو عندي؟ هاي الدجاجة خليت كمية من الليمون. الحامض هم انتو تتحكمون بيه، اذا يعجبكم تسوون الدجاج حامض عادي تخلون حتى شنو ليمندوزي. انا شنو راح اخلي دبس الرمان، راح يعادل الحموضة. دبس الرمان بيه شوية حلا وبيه حموضة ويا العصير مال الليمون. هاي أنا طبعا عندي يعني هذا الجاهز، مو أنا اللي عاصرته. راح أخلي كمية من الزيت الزيتون، هم انتو تتحكمون بيها، شوفوا ايش تردون من عندها. بس أنصحكم تجربون هاي الطريقة، كلش طيبة. أو انتو تريدون تقللون، تريدون تكثرون الحموضة الملوحة براحتكم. حتى السماق اني يعني خليت كمية اللي اني شفتها. انا راح اخلي بهارات مال الدجاج، واخلي بودرة ثوم، واخلي قولوا وياي نسيت، بابريكا مدخنة. هذني اللي خليناهم فقط، وملح، وهذا هو، والسماق. بس ذني انا اللي خليتهم. هواي يسووها ويذبوها رأسا بالفرن، يعني يشيلوها يشوها. اني لا، تبلتها تقريبا ساعة بال10 الصبح، وخليتها ساعة بال12 بوقتها. يعني كان عندنا شغل وهاي، فكنا مجوعانين، وكنا منتظرين اخويا يجي على مود يعني ياكل ويانا، لان الدجاج من يبرد يكون شوية يعني مو مثل ما اول ما تطلعي وتاكلي، اطيب. فانا راح اخلي انا من النوعين، من كل نوع خليت خاشوقة، من الحامض ومن المالح. تمام. يعني اللي هنا واضح. فانتوا اذا تردون اكثر تخلون ماكو اشكال، وكمية من الملح. ذني اكتفيت بيهم. شوفوا هنا بالبداية يعني نسيت اجيب يعني الثوم البودرة. واذا تردون تخلون ثوم فريش بعد اطيب. يعني انا احسه البصل والثوم يعني المطحون يعني ما يعجبني اكثر، اقول يعني الفريش اطيب. فهنا تحاولون يعني كل زين يعني تخبطون المواد سوا، تمزجوهم وتتبلون بيهم الدجاجة. قلت لكم اني تقريبا ساعتين وخليتها. شنو سر هاي يعني النكهة؟ اقول يعني لو تتبل من الليل اطيب، المواد والهاي كلها هيك تتشرب بالدجاج. هنا انا راح اخلي ثوم. الثوم بالدجاج اطيب من اللحم، من التبلين اللحم بالثوم انا يعني ما يعجبني، اقول بس بالدجاج لا، طعم الثوم يكون اطيب. اتمنى من عندكم الوصل هيك مرحله من الفيديو، مو مخلينا لايك خلينا لايك، وفعل جرس التنبيهات على الكل حتى يوصل له كل شيء جديد. وان شاء الله انزل لكم وصفات بالايام الجايه تعجبكم، ونتواصل سوا. هنا أنا طبعا خليت هاي، قلت لكم تقريبا عندي نص دجاجه، قطعتها بهيج حجم. وتشوفون يمكن وكان عندنا يعني على صفحه هم يعني صدر مال دجاج. اني واخويا يعني نحب الصدر مال الدجاج بالشوي اكثر من الافخاذه. اي، واطفالي همين عجبهم. يعني اني من سويت ما بالي حسن او حسين راح يقولون يعني مثلا طيب، فمن سويت كلش عجبهم. يعني ما ادري ايش عجب، الحمد لله. يعني بدأوا شويه يتغيرون. بعدها راح شو نسوي؟ راح نخلي كميه من البصل، وراح اجيب الدجاج اصفطه فوقه، وادير بقية الصلصة عليه. اذا تردون دجاج يستوي اخذوها قاعدة، اذا تردون دجاج يستوي كل الزين اخذوها قاعدة عندكم. سلفنوه، ينكبس بيه البخار ويصير مثل جدر الضغط. يعني اني دائما من اريد اسوي الدجاج اسلفنه. شوفوا انتم بكل فيديوهاتي اني مسلفنه الدجاج، يعني اذا دجاجة واذا قطع كلها يعني انصحكم تسلفنونه يعني كلش يستوي، يذوب. يعني ترى هم حتى بالمطاعم يسلفنوه، هذا المندي يسلفنوه ويخلوه بالفرن. شوفوا شلون هنا سلفنته
يعني تأكدت من عنده بأن ما يطلع من عنده الهواء وسويت. بهالأثناء ردت أسوي باذنجانية، فاني الباذنجان اشويه ما اقليه، فهمي انا قطعت المجموعة وخليتها وياه ماكو اي اشكال. وهنا طبعا من طلع الدجاج من الفرن شوفوا شلونه يخبل ومستوي وذايب وطعمه كلش طيب. وهاي الصلصة يعني مالته يعني يقدرون تاكلونها ويا التمن. شوفوا اني اطفالي كلش يتنحسون، بس هنا لا كلش طيب. واذا تريدون انتم تنشفوها اكثر فعادي يعني ماكو اي اشكال، كلش مستوي وطعمه طيب. وهنا هاي ايد حسن وسويت وياه تمن وشعريه. انا نزلت لكم هواي فيديوهات عن التمن. اتمنى ان عجبكم هذا الفيديو، واتمنى من عندكم تشتركون بقناتي وتفعلون جرس التنبيهات على الكل حتى يوصلكم كل شيء جديد انزله اني. اترككم بحفظ الرحمن، مع السلامه، باي باي.